وما الحب إلا طيف ذكرى عابرة، وما العمر إلا رحلة ومصائر. يمكن النهاردة ده قلبك موجوع بتحاول تتجاوز علاقة انتهت، أو حب كان بالنسبة لك الدنيا كلها. قال الفراق وهقوله ايه؟ هو الفراق يتقال في ايه؟ هتقول ايه يا اخويا ولا هتعيد ايه؟ انا حاسس بيك. بس النهاردة هكلمك عن اهم الخطوات اللي تقدر تخرج بيهم من علاقة مؤذية، تخطى بيهم اي حاجة وتقدر تتخطى مهما كان التعلق ده ايه. النهاردة هنتكلم عن خطوات تخطي الحب والتعلق من منظور سيغموند فرويد. قال إن الحزن العاطفي له نفس التأثير حزن على فاقد شخص بالموت، لأنه بيكسر الروابط النفسية اللي بناها العقل. وجون بولبي مؤسس نظرية التعلق أكد إن التعلق القوي بيخلي الانفصال أشبه بانسحاب المخدرات من المخ. كان بياخد جرعة هرمونات سعادة من وجود الشخص ده زي الدوبامين والإكسيتوسين. وإليزابيث كوبلر روس وصفت مراحل الفقد زي الإنكار والغضب أو المساومة والحزن أو القبول. وده معناه إنك طبيعي جدا لو مشاعرك متقلبة وإنت بتحاول تتخطى. بس ثواني بس كده، يعني عمال بقول أنا بحب. هو عامة الحب ده عبارة بس عن هرمون سعادة بتاخده من الشخص؟ واللي أنا أعرفه إن في حاجتين بس اللي أقدر أعيش من غيرهم: الأكل والشرب، الهواء. هما دول اللي أقدر أموت من غيرهم. أما غير كده يا صاحبي أنت بتوهم نفسك بكلام فاضي. بس تعالى بس شوية نتكلم عن حاجات. ريقي نشف بس أشرب شوية شاي. أول حاجة بعمل مقارنة للشخص ده بالحلو وبالوحش. لازم الأول قارن الشخص ده جوايا الأول بأفعاله. يعني بجيب كفة الحلو بتاعته وكفة الوحش، لازم أوزنها وأشوف هل الشخص ده يستاهل فعلا ولا لأ. وغير كده لو هو فعلا كان كويس خليني أحزن كل الحزن ده. طول ما أنت شايف إن الشخص ده تقول لنفسك يمكن بكرة يتغير، يمكن يبقى أحسن، لا مفيش يمكن. صدقني، أصل أنت متحاولش توهم نفسك. كل الجمل دي إنك هتأذي بيها نفسك. لازم تشوف الصح والغلط اللي بيحصل من الشخص ده إيه. يعني مثلا ساعدني في كذا وأذاني في كذا، هل ده يتساوى مع ده؟ مش هسأل نفسي ليه الشخص ده باع أو ليه الشخص ده خان. دي حاجات أصلا ما ينفعش أقولها. ليه هسأل إن هو خاين؟ هو خاين. دي غلطة برضو الواحد بيقع فيها. أنا بشغل دماغي بحاجات فرعية غير الأساسي. الشخص ده عمل إيه وإيه اللي وصلنا لكده. بشغل دماغي هو ليه خان، هو ليه غدر، هو مش حاسس باللي أنا بمر. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ إن شاء الله عنه عارف. مقولة جميلة أوي لجبران خليل جبران قال فيها: إذا نضج الحب فهو يبقى، وإذا تعجل فهو يذبل. مش كل حب مكتوب له يكمل، وأحيانا الفقد بيكون واقعي. مع إني بقول تعلق أكتر من الحب شوية، لأن خلاص فهمنا دلوقتي إحنا بيحصل لنا ده ليه. عشان نبدأ أول حاجة في التخطي لازم نعمل مقارنة لأفعال الشخص ده، وعشان نحدد برضه مكانته فين. ونصيحة مني: خليك بخيل في مشاعرك حتى درجة الكره ابخل عليه بيها، هو ما يستاهلهاش. أول حاجة قطع التواصل الكامل حتى لو صعب. لازم تقلل أو توقف التواصل عشان تبدأ عملية التخطي. السوشيال ميديا، صور، شتات، ايا كان المتعلق بالشخص ده. ثواني بقى. 2. إزالة المحفزات: صور، هدايا، أماكن كنت بتروحوها، أي حاجة خاصة بالشخص ده في حياتي لازم أمحيها.
3. تغيير الروتين. طبائع الإنسان ضد الفراغ، انت ضد الفضا، يعني لازم تغير وتضيف حاجة مكان الحاجة اللي انت شلتها. يعني مثلا انا بقعد مثلا ساعة ساعتين 3 بتكلم مع الشخص ده، يبقى لازم مكان الساعتين 3 دول احط فيهم نشاط يشغلني عن اللي انا كنت بعمله، زي أنشطة جديدة، اخرج أماكن مختلفة، ظبط أوقات نومك، لأن النوم مفيد جدا على فكرة، مفيد خاصة للمشاعر، وهنعمل حلقات. لأن املى الفراغ العاطفي بعلاقات صحية أو نشاطات اجتماعية، اقعد مع أهلك، شوف أصحابك، اتعرف على أصحاب جديدة، روح أماكن جديدة. لو في نشاطات جديدة عليك جربها، صدقني مش هتندم من التجربة هتعلمك، مش هتخسرك حاجة. التركيز على نفسك، صحتك، شكلك، مستقبلك، ومهاراتك. يعني ابدأ في لعب الرياضة، مش بتكلم على الرياضة اللي هي الرياضة، ممكن بس تخصص نص ساعة للمشي. اهتم بنفسك، ركز على الحاجات الوحشة ابدأ ظبطها، ركز على مستقبلك، شوف انت عايز ايه. في مهارات عندك زي اذا كان رسم، اذا كان شعر، ايا كانت المهارة اللي عندك ايه، اهتم بيها شوية، طورها، وتقبل انك ممكن تفتكر الشخص لكن الألم هيخف مع الوقت. مفيش حاجة اسمها تنسى، في حاجة اسمها انك تتعايش وتتقبل الوضع اللي انت فيه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حزن على موت ابنه، سيدنا علي بن أبي طالب لما كان تعبان تألم. هي الفكرة هنا مش في انك تبقى جامد، انت بشري فكده كده هتحزن وكده كده هتتألم، بس الفكرة هنا انك تتقبل الوضع اللي انت فيه وتتصالح معاه، تفهمه. تيجي تقول لي يا عم اياد الكلام سهل وانت مش حاسس بالموضوع والموضوع كبير، مين قالك ان انا مش حاسس؟ مهما كانت تجربتك صعبة فهي بالنسبة لك اصعب تجربة، وهقولها لك، الدكتور ما بياخدش العلاج مكان المريض، المدرس ما بيمتحنش مكان الطالب. اهم حاجة في كل ده انت عايز تطلع من اللي انت فيه ولا انت حابب تفضل كده؟ هي دي النقطة المهمة. لازم تقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك شوية كده واسأله الشخص ده عمل ايه وما عملش ايه. بس الحب مش نهاية حكاية، هو مجرد درس بيجي عشان يعلمك، هو فصل في كتابك، والكتاب لسه فيه فصول أجمل، واللي راح ربنا شاله من حياتك لحكمة مش مهم تعرفها لو انت معرفتهاش، بس أهم حاجة تركز في دلوقتي، واللي جاي يمكن يكون أصدق وأجمل. قولي في التعليقات ايه أصعب حاجة بالنسبة لك في خط التعلق، وهي أول خطوة تبدأ بيها النهاردة.